في مرضى كتير بيسألوني لو أنا اتحركت وأنا بعمل العملية هل في مشكلة؟ إيه اللي هيحصل؟ بيبقوا قلقانين. طب أنا هقدر أبقى ثابت؟ طبعا إحنا في بداية العملية بنحط مباعد للجفون بيقلل إن إحنا عينينا ترمش. أجهزة الليزك بيبقى فيها جهاز لتتبع حركة العين، يعني الليزر بيتحرك معاها. عادة لو إحنا اتحركنا حركات بسيطة الليزر بيتحرك معانا، حاجة اسمها الاي تراكر، فالليزر بينزل في مكانه وبيتم التصحيح على أكمل وجه. كان بيقابلنا مشكلة واحدة، إن لو المريض اتحرك ساعة قطع القرنية نفسه وعمل الشريحة في القرنية ممكن بيؤدي إن احنا نضطر نأجل العملية لمدة أسبوعين 3 تاني لحد ما العين بتاعتنا تهدى والمريض نفسه يهدى. ولما طوروا العمليات وبدأنا نعمل عملية فيمتو ليزك والفيمتو سمايل، ودي بتبقى عبارة عن إنها فقاعات هوائية وفيمتو ليزر بينزل على القرنية. لو المريض اتحرك نبدأ نعمل عملية من أول وجديد تاني بدون أي مشكلة وفي نفس السيشن. فالموضوع سيفتي، غير إن وقت العملية كله ما عادش بيتجاوز إلا 20 ثانية، فالموضوع بقى سريع جدا، مش هتلحق اصلا ان انت تتحرك. ما تقلقش من الموضوع ده خالص مع تطور الاجهزه الموجوده.